يا نهار ازرق، في ايه؟ البنت مش عايزه تتغسل، هتدفنوها ازاي؟ بص، البنت رافضة انها تتغسل الا لما يرجع لها حقها، وتبدأ تعيط وهي اثناء الغسل لحد لما تحصل حاجة ومفاجأة كبيرة يكتشفوها ويعرفوا منها سر وفاة البنت دي ايه وسر رفضها للغسل ايه. تعالوا بينا نسمع الحكاية، بس مش قبل ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في التعليقات صاحبة الحكاية بتحكي وبتقول: أنا مغسلة ورثت المهنة عن أمي، وكانت دايما بتعلمني وتقولي: يا بنتي لازم لما تشتغل الشغلانة دي تعمليها كده لوجه الله تعالى. ودايما الميت بيبقى عنده علامات، لازم في علامات بتشوفيها، علامات حسن خاتمة وعلامات سوء خاتمة أعوذ بالله. وأنا يا بنتي ياما شفت. وفي كلمة كانت دايما بتقولها لي، تقولي: يدرى الميت ما يدرى الحي. والكلمة دي كانت دايما في دماغي، وكنت دايما بشوف عبر ومواعظ وحاجات كانت تشيب أي حد. المغسلة جالها تليفون إنها لازم تروح دلوقتي تغسل واحدة لسه جاية متوفية في الطريق. كانت لسه متوفية وهي في الطريق، اتوفت أثر إن هي وقعت من فوق السطح من الدور الخامس. وطبعا أنا رحت جريت على طول علشان خاطر أقوم بغسلها. وأول ما دخلت أوضة الغسل وبدأت بقى إن أنا أجهز في حاجتي، كنت شايفة وأنا داخلة في أخين ولاد أخوات الضحية واقفين بره. كان شكلهم بصراحة مريب، شكلهم مش مطمني، واقفين كده بيفرقوا كده ومش على بعضهم وزي ما يكون في حاجة. وأخت تانية واقفة معاهم، ولكن كانت منهارة من العياط والزعل على أختها اللي عندها 18 سنة. ودخلت عشان خاطر أعد عدتي وجهز عدة الشغل. وأثناء لما جبت الجردل بتاع المية علشان خاطر أقوم بالغسل، جيت بلف وبجيب حاجة، لقيت الجردل وقع على الأرض فجأة كده من غير أي حاجة. بصراحة أنا اتخضيت وجسمي اتلبش، بس قلت هو إيه اللي ممكن يكون وقعه؟ يمكن قطة، يمكن هوا، بس مفيش حاجة هتوقعه كده، ده زي ما يكون اتضرب وقع. عديتها عشان ما احطش الموضوع في دماغي، ومليت الجردل تاني ويتكرر الموقف، نفس الموقف، الجردل يدلق وزي ما يكون اتحدف بالقصد، وانا برضو بلف وبجيب بقية الادوات. قلت لا بقى كده يبقى في حاجة، وبدأت ان انا اقول خلاص هي المرة التالتة هتبقى التالتة تابتة عشان اقدر اشتغل واشوف شغلي، انا مش عارفة اعمل حاجة. وجهزت الحاجة تاني ومليت الجردل، وبرضو اثناء ما بلتفت الجردل يقع للمرة التالتة. واجي ابص على البنت المتوفية الاقي زي ما يكون في دموع نازلة من عينيها. وهنا تبدأ التساؤلات جوايا، البنت دي ايه اللي موتها كده اهو وهي لسه في عز شبابها؟ طبعا الموت علينا حق كلنا، ولكن في حاجة غريبة في الموضوع، الجردل اللي بيقع ده زي ما يكون في حد عايز يوصل لي رسالة، عايز يوصل لي حاجة. بدأت افكر، وخصوصا ان كان في دم نازل من دماغها ما بيقفش، مع ان المفروض ان المتوفي خلاص الدم بيتجلط عنده ما بيقعدش ينزل كده. حسيت ان في حاجة غريبة، قلت لا. طلعت بره ورحت عند اختها واخواتها الشابين اللي واقفين، وقلت لها معلش انا تعبانة شوية ومحتاجة ان حد يجي يغسل معايا عشان مش قادرة اعمل الغسل لوحدي. وطبعا اختها قالت لي انا هاجي معاكي. وهنا حسيت لحظة غريبة كده من الاخوات الاتنين الشابين اللي واقفين، وزي ما يكونوا بص التهديد كده، نظرة تهديد للاخت اللي جاية تغسل معايا. انا حسيتها وحسيت ان في حاجة وراهم، خدتها معايا ودخلت جوه. واول لما دخلت قلت لها قوليلي بقى انتوا قتلتوها ازاي؟ وزي ما يكون الكلمة طلعت على لساني كده وانا مش محضراها، طلعت لوحدها. لقيتها كده بترتجف وبتقولي والله العظيم انا ما قتلتها، هما اللي قتلوها مش انا. وهنا قلت لها بس احكي لي الحكاية، لان اختك مش مرتاحة، اختك عايزة توصل لي حاجة، اختك دموعها نازلة من عينيها لغاية دلوقتي والدم مش عايز يقف. وكمان جردل المية كل شوية يقع، كل ما اجي ابدأ الغسل زي ما يكون مش عايزة تتغسل الا لما تاخد حقها. احكي لي ايه اللي حصل وانا مش هقول اي حاجة لحد. قالت لي هقولك بس بالله عليكي ما تجيبي سيرة لحد، لان هما بيهددوني ببنتي، انا ماليش غير بنت واحدة واتطلقت انا وعايشة معاهم في البيت وما عنديش غير بنت واحدة، هددوني بيها ان يعملوا فيها زي ما عملوا في اختهم لو فتحت بقي. وقلت لها احكي لي وما تقلقيش خالص، وحكيت لي الحكاية. وقالت لي ان احنا
كلنا كنا عايشين في بيت واحد من 5 أدوار، أبويا وأمي كانوا عاملينه لينا، وكل واحد مننا ليه شقة. وأنا طبعا اتطلقت وجيت عشت في الشقة بتاعتي، واخواتي قرروا فجأة كده ان هم عايزين يبيعوا البيت لما عرفوا ان البيت يجيب ملايين، وقالوا ان كل واحد ياخد نصيبه وياخد بره اللي هو عايزه. طبعا انا وافقت غصب عني، لان طبعا برضو بالتهديد، وقلت برضو ان انا اخد الفلوس اعمل بيها مشروع واخد شقة صغيرة على قد انا وبنتي وخلاص. لكن اللي وقف لهم في الموضوع واللي كان زي العظمة في الزور كانت اختي الصغيرة اللي عندها 18 سنة. قالت لهم انا مستحيل ان انا اوافق ان انا ابيع بيت امي وابويا، دي الحاجة اللي باقيه لنا من ريحتهم، وبعد كده احنا كده هنتفرق ونبعد عن بعض، خلينا قاعدين مع بعض كلنا اهو. وما رضيتش ابدا ان هي تمضي. وهنا يقرر حد من الاخين ان احنا نطلع فوق السطح ونعمل كده قعدة عرفية بينا وبين بعض، وقعدة تراضي كده، ونشوف نتفاوض في الموضوع، يمكن نقنعها ولا اي حاجة. واثناء ما احنا قاعدين قررت نفس كلامها، وان هي مستحيل انها تبيع ولا هتمضي، وما رضيتش تمضي. فجأة اخويا قام وقام مسكها وحدفها من فوق السطح، وقال لنا اسكتوا خالص ومش عايز اسمع صوتكم، وانت لو فتحتي بقك بنتك هيتعمل فيها نفس اللي اتعمل فيها. انا طبعا ما كنتش شايفة قدامي اخ، كنت شايفة قدامي زي ما يكون شيطان بكل اريحية يمسك اخته يحدفها من فوق السطح عشان خاطر البيت وعشان خاطر الورث. انا طبعا اترعبت على بنتي واضطريت ان انا اسكت، وعلشان كده انا مش عايزة ادخل في اي حوار معاهم، لان زي ما سهل عليهم يقتلوا اختهم سهل عليهم يقتلوا بنتي او يقتلوني انا شخصيا، وانا هسيب بنتي لمين؟ وساعتها طبعا انا سمعت الكلام ده منها وقلت لها ما تقلقيش، بس حق اختك لازم يرجع، وانتي ما تتكلميش وما تعمليش حاجة، سيبيني انا اللي هقدم بلاغ وشكوى وهعمل كل حاجة عن طريقي انا، انتي مالكيش دعوة باي حاجة خالص. وسبحان الله اول ما خلصت الكلام مع الاخت والاخت اعترفت بكل حاجة واعترفت بالذنب اللي اقترفوه فيها الاخوات التانيين، ساعتها بس الدموع وقفت من وش المتوفية، وزي ما يكون ان ربنا خلاص نصرها وانها خلاص ارتاحت لما حست ان خلاص حقها رجع او حقها هيرجع، والدم كمان وقف، ما بقاش في دم بينزل ولا اي حاجة. وسبحان الله زي ما يكون خلاص الجثة ارتاحت تماما ونامت وهي مرتاحة، وبقت على اتم استعداد للغسل، ولا جردل وقع ولا في اي حاجة، وتم الغسل وكل حاجة بسلام. وانا ساعتها رحت طبعا قدمت شكوى وقدمت بلاغ باللي انا شفته وباللي حصل، وبالعلم ان ما يحصلش اي تدخل للاخت علشان خاطر ما يأذوهاش. وبالفعل تم القبض على الاخين وخدوا جزائهم واتحاكموا وخدوا كل اللي يستاهلوه. وهنا بقى عايزين نقول ان يا وارث مين يورثك؟ كل الناس اللي عمالة تسعى وتجري وتخسر في اهلها وتخسر في اخواتها وتدبح في اخواتها، وعشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ياخدوا فلوس انت ما تضمنش انت هتصرفها في ايه، ما تعرف الكفن ملهوش جيوب. كل اللي انتوا بتعملوه ده فكر في اخرتك، ده الانسان في الاخر بيبقى سيرة، والقرش اللي احنا بنحارب بعض عليه كله زايل وما بتبقاش غير احنا بس الاخوات لوحدهم ظهر وسند لبعض. لما يجي الغدر من القريب ويجي الغدر من الاخ هنستنى ايه تاني من الدنيا؟ انت لما تغدر باخوك عشان خاطر قرش مين هيقف جنبك؟ مين هيبقى معاك؟ مش هيدوم لك اصلا قرش. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة وتستنوني كل يوم في حلقة جديدة من كلام من القلب. دمتم في حفظ الله. مي علي.